في 2016 حقق 5 مليون دولار. اسمع يا ابن ابني، تصدق ان في راجل مطافي، مطافي يا واد، قدر يحول شغل جانبي من فكره جات له بالصدفه لمشروع قيمته بملايين. الراجل ده اسمه مورفي، اللي عمل فكره مورفي دور. الفكره جات له ازاي بقى يا ولا؟ جات له هو بيبني مسرح صغير لعياله في البيت، بص لقى الابواب كلها في البيت مساحات ضايعه. ساعتها قال له طب ما نستغلها، وليه ما نخليش الباب ده مكتبه كتب والباب نفسه مخفي؟ يعني بدل ما يبقى باب عادي يبقى باب مخفي، وكمان مكتبه زي ما هو ظاهر كده قدامك دلوقتي. شايف العبقريه؟ عمك ميرفي ده بقى بدأ سنة 2012 وهو لسه شغال في المطافي. وقتها كانت الأرباح 30,000 دولار بس كان مؤمن بالفكرة وبيشتغل بالنهار في المطافي وبالليل نجار ومخترع. بس الانطلاقة الحقيقية جت لما عمل ستور اونلاين سنه 2013 وسمع نصيحه زميله: يا عم ما تخليش الموضوع باب وبس، اعمل حلول للتخزين كمان، يعني دواليب في الحيطان. اكتر حد ساعده مش المسوقين ولا المديرين، لا، العملاء نفسهم. كل واحد كان يقول له لو الباب بقى كذا هيبقى احسن، لو الخزنه بقت كذا هتبقى اشيك، وهو يسمع للسوق ويعدل. بس الطريق ما كانش مفروش ورد يا واد، ده قابله مشاكل ياما. هقولهم لك اهو يا ابني، ما تستعجلش. اول مشكله كان تصنيع الخزنه بياخد من 6 شهور لسنه. تاني مشكله كان ازاي يخلي التصميم عملي وجذاب في نفس الوقت. تالت مشكله ازاي يقنع الناس في الاول كانوا فاكرينه اختراع للمعارض بس، لكن يا واد بعد 4 سنين تعب في 2016 حقق 5 مليون دولار. وساعتها قال كفايه مطافي، دلوقتي انا راجل اعمال. بعد كورونا الطلبيات انفجر، الارباح وصلت 22 مليون دولار، وعنده دلوقتي اكتر من 100 موظف و200 الف اوردر ومليار مشاهده على السوشيال ميديا من غير ولا اعلان واحد. المتعه الحقيقيه بالنسبه له ان شاف فكره صغيره وعماله تكبر قدام عينيه وبتخلق فرص شغل الناس كمان، وتثبت ان الابتكار مش رفاهيه، الابتكار رزق من عند ربك يا واد. الخلاصه يا واد، ما تصغرش الفكره اللي في دماغك. اللي بدا باب مخفي ووصل ل 27 مليون دولار في السنه، السوق بيحب اللي يبدع واللي يكمل للاخر. زمانك لسه ما نضجتش يا واد، بس لما تنضج هتعرف ان اصغر باب ممكن يفتح لك اكبر باب رزق. المهم تكمل في اللي بداته يا ابني، وتابعني عشان تكسب يا واد.